هي الجنون والعفوية، البراءة والعصبية، الموهبة والجاذبية، هي الحضور والدهشة والإثارة والثورة. كل ده بيلخص اسمها إلهام شاهين. حلو قوي استبدال كلمة فرحة بثورة، يعني العيد فرحة بقت العيد ثورة. أنا هاخد من مسألة الجوائز دي وأسألك سؤال، هل في جايزة كنت تتمني إنك تاخديها وما خدتهاش فحصل جواكي نوع من الثورة على عدم التقدير اللي أنت كنت متوقعاه؟ لا مش حصل جوايا ثورة، حصل جوايا بتبقى كبسة يعني. كبسة. أنا مرة بلغت إن أنا واخدة جايزة كان فيلم دنيا عبد الجبار وكنا في مهرجان اسكندريه. انا بلغت وبعدين فوجئت انه لما قالوا احلى ممثله قمت انا وقفت كده بكل ثقه قبل ما اسمع بقى، انا عارفه ان انا والكاميرات بتصورني على ترابيزتي، فقالوا اسم زميله تانية في فيلم تاني خالص. يا حبيبتي قعدت تاني في مكاني وبعدها لقيت يعني انا قعدت رحت مخبيه وشي لان الصحفيين كلهم راح تك 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 صور. ما ثرتيش بقى على اللي بلغك الخبر؟ لا لان هو اللي حصل انه في كراسي طارت على المسرح كان الاستاذ علي بدرخان في اللجنه والاستاذ داوود عبد السيد، وقالوا ان الجوائز اتزورت اتغيرت، فبعد الجائزه بتاعتي لقيت في كراسي بتطير على المسرح وبتاع، والسنه دي اتلغت الجوائز من مهرجان اسكندريه، يعني ما حدش خد جوائز واتلغى المهرجان، اتلغت النتائج لانها اتغيرت وكانت حكايه كبيره.